عمرك حسيت في موقف إن ولادك مش بيحبوك؟ يعني إيه مش بيحبوك؟ لا بيحترموك ولا بيقدروك، حاسس إن العلاقة بينكم مش أحسن حاجة. أنا بقى هنا جاي أقولك وليه تسمع ده مني. بكل بساطة عندي 18 سنة وعارف معظم جيلي يفكر إزاي وإيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه، إيه اللي ينفره منك وإيه اللي يحببه فيك. وأظن إنك تسمع فيديو زي ده مش خسارة إنك تخلي العلاقة بينك وبين ابنك أحسن، للأفضل، for better. يلا بينا. طبعا بلا منازع والكل متفق عليها، المقارنة. يمكن فعلا مش واخدين بالكم، بس ديت فعلا نقطة مهمة. فعلا لما بتقارنونا بغيرنا ده مش بيخلينا نتحسن، ده ممكن يوصلنا للكره ليكم، بل ممكن كمان نكن الكره ده للشخص اللي بنقارن بيه. انت متخيل؟ فكر فيها منطقية. انت جاي تقارن ليه اصلا؟ ليه تحسسني بالنقص؟ ليه تحسسني بالتقصير؟ تظلمني حتى بالمقارنة، انك تقارن احسن ما فيه بأسوأ ما فيه. ده ظلم بكل المقاييس. النبي بيقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللي بيقارنوا أبنائهم بيكسروهم بكلام جارح، بأسلوب جارح، بمقارنة ظالمة، فده نوع من أنواع الظلم. احنا عارفين والله نيتكم خير وعايزيننا نبقى أحسن، بس والله ده مش بيخلينا لأحسن ولا حاجة، بالعكس ده بيخلينا نوعا ما بنكرهكم. وزي ما قلت لك قبل كده نكره حتى اللي انتوا بتقارنونا بيه. طب ايه حلها؟ بكل بساطة انك ما تقارنش. لو لقيتوا فينا تقصير عاتبونا عليه، مش تقارنونا بغيرنا، بيشجعونا. فكرة المقارنة بتحسسنا باحساس بالنقص، احساس ان احنا مش كفاية، وده نوعا ما بيكسرنا مش بيشجعنا زي ما انتوا ويبقى نيتكم عايزينه. احنا مقدرين ان انتوا نيتكم خير لما بتيجوا تقارنوا ما الى ذلك، لكن ده بيأثر فينا بس بالسلب مش بالإيجاب. الحلو اللي انت ما كنتش شايفه فينا وكنت قارن الوحش فينا بالحلو اللي عند فلان، هيخلينا حتى الحلو اللي احنا كنا بنعمله اللي انت ما انتبهتش ليه ده ما نعملوش. شايف الموضوع وصل لحد فين؟ ففعلا المقارنة يعني من اكتر الحاجات اللي لما جيت سألت عنها شورت ستوري على واتساب ناس كتير ردت عليا. فعلا اغلب الحاجات كانت عن المقارنة، فكده لازم نتكلم عنها. انتصار المقارنة دي خط احمر. تاني حاجة عدم الاحترام، السخرية والإهانة وإنك تهينه بطريقة وحشة أوي قدام الناس، ده نوعا ما بيكسره ويقفله من ناحيتك، بالذات لو انت كنت كسرت صورة حلوة أوي قدام حد هو بيحبه، وحد كان فاكر عنه صورة كويسة انت شوهتها في دماغه. بكل بساطة احترم كلامه، احترم مشاعره، اسمعه، افهمه. لو اختلفت معاه قبل كده في حاجة يعني معلش، خلي الحاجة دي بينكم انتوا الاتنين، خلي الحاجة ديت مش في العلن، خلي الحاجة ديت في السر بينكم. فيها نقد بناء، فيها احترام بدون سخرية، ونقد بناء، نقد بيبني مش نقد بيهدم، مبني على حب واحترام وسرية أكيد، فرض سيطرتك عليه. بص أنا عارف إنك عارف مصلحته أكتر منه، بس لازم تسمعه وتفهمه لحد الآخر. حتى لو أنت كلامك اللي يمشي في الآخر، إحنا عارفين ده والله، عارفين إن برضه كلامك أنت اللي يمشي في الآخر، بس معلش اديله فرصته واسمعه. هو أعمل كده ليه؟ اعمل كده وخلاص. انت مالكش اصلا انك تتنفس، مالكش اي حاجة عندي، انت تعمل اللي انا بقولك وبس، ما تناقشنيش مش عارف ايه. صدقني السيناريو ده بيتكرر كتير جدا جدا جدا. انا يعني كنت متخيل الكلام ده معايا انا، بس لما جيت سألت فعلا لقيت لو كنت انت امرته بحاجة فيها فعلا مصلحة ليه، حاجة فعلا هتفيده، هو مش هيفهمها كده. الاسلوب بيفرق قوي. يمكن انت تطلب منه حاجة تقيلة جدا بس اسلوبك كويس يعملها لك بكل حب وكل اخلاص وعلى قلبه زي العسل. لكن حاجة تانية هتيجي انت تطلبها منه باسلوب مثلا مش كويس معاه، حتى لو هي فيها فايدة ليه، حتى لو هي لمصلحته هو، حتى لو هي سهلة جدا، لمجرد بس ان هو ممكن حتى لو هيحرك ايديه، لكن اعملها. ممكن هيعملها لك يا عم، يعني انت ابوه في الاول في الاخر او انت امه في الاول في الاخر، واجب عليه الطاعة عليكي. ما اظنش ان انتوا حابين ان احنا نطيعكم لمجرد ان انتوا بقى امهاتنا بس، بنبقى احنا عايزين نبقى في بينا وبينكم حب، بينا وبينكم ان احنا لما نيجي نطيعكم نطيعكم كحب، مش نطيعكم عشان بس انت ولاء امورنا فقط لا غير. احنا عايزين يبقى في بينا علاقة احسن من كده، علاقة يبقى احنا اكتر من الاب والام، اصدقاء، شركاء، حبايب. فاهمين؟ بكل بساطة افهموا واسمعوا وخلي بينكم حوار وناقش، حتى لو انت كلامك اللي هيمشي في الاخر. اللي بقى عايز فاهم تشمر التدخل الزايد
تفتش بقى فونه وتراقبه وتبدأ بقى انف حوالين هو بيعمل ايه هو مش عارف ايه الكلام ده كله. ده اكتر سلاح فتاك تقدر تفتك بيه العلاقة بينك وبينه نهائي. يعني عايز الاحترام يتبني ازاي؟ عايز في بينكم مودة وتحمل ازاي طالما فيها انعدام ثقة في الحوار؟ مثلا انت شاكك بنسبة كبيرة ان هو بيعمل غلط، وانا معاك في ده، احنا اغلبنا فعلا طائش شوية في الفترة ديت، لكن بدل المراقبة والتفتيش باستمرار كده وتقعد تلف حواليه كده، فاهمني؟ ده مش حلو، ده ظلم لخصوصيته. احنا في السن ده عنيدين جدا. يعني سؤال يا حاج، هو ما يقدرش يعمل حاجة زي كده بره منظورك؟ انت معاه 24 ساعة، او انت يا ايتها الام مش معاه 24 ساعة؟ لا يعني جيب اخره منك، هيروح شغل، هتروح جامعة، يعمل غلط ده من وراك. يقدر يقدر. فطالما احنا عارفين ان هي تأخير من البداية، ان انت عايز تصلح ابنك، ما تصلحوش بالطريقة الغلط اللي تخليه يعاند معاك ويقوم عامل غلط من وراك. بدل الجو المراقبة والتفتيش ان انا اروح معاه في كل حتة وجو المراقبة الاوفر ده، حاول تفهمه وتسمعه وتعينه على انه يتكلم معاك ويثق فيك، ويبدأ بقى ان هو يشكي لك ويحكي لك وتبدأوا تصلحوا المشاكل بينكم سوا. انت شاكك في الغلط ده، حاول ترميله تلميحة بتاع تخليه يثق فيك، يتكلم معاك، تحلوا الغلطة دي سوا انت وهو، تساعده من الاخر يبطل الغلط ده، مش تساعده في عنده ويعاند معاك اكتر ويعمل الغلط ده من وراك وكده احنا ما استفدناش حاجة. لما تسمح مع اخوه في الغلط وتشد عليه في نفس الغلط، هيحس بعدم العدل انك ظلمه، وان المشكلة فيه هو مش في الغلط اللي هو عمله. تخيل الكسرة بتاعته عاملة ازاي، الله المستعان. عدم اعطائه حقوقه، متجيبلوش حاجة زي ما انت جبت لاخواته، يطلب منك حاجة انت قادر انك تجيبها له وانت وعده ان انت تجيبها له، فرفضت. ليه رفضت؟ عادي كمزاج. فده برضو نوعا ما ظلم الحقوق، ذات لو كان ابن بر بيك، شايف منه كل خير وشايف منه ان هو بيحاول دايما ان هو يبقى الاحسن ليك. عدم اعطاء حقوقه، يعني بص هي كلمة واسعة، كلمة واسعة جدا. الراحة، الاهتمام، الخصوصية زي ما أنا قلت لك فوق، ودي حقوق ربنا وهبها له، مش من حقك تنهب منه حقوق زي دي، تسيب منه خصوصيته. ده بيحسس ان هو متراقب وانه على طول مذنب وانه فعلا بيعمل حاجة كبيرة، وده زي ما قلت لك بيخليه يعاند ويعمل غلط اكبر واكبر واكبر. تسلب منه الاحترام، بيحس بالاهانة ويبعد اكتر واكتر. تسلب منه حرية رأيه وحرية التعبير عن رأيه، تخليه يكبت اللي جواه ويبقى متمرد أكتر. راحته النفسية تبقى في توتر وضغط، وهتخليه كاره للبيت. إنك ما تدلوش حقوقه هو قمة في الظلم بصراحة، وكلمة واسعة جدا زي ما قلتلك، إنه بيخليه يحس إن هو مش كفاية حتى إنك تعبره وتديله الحقوق اللي المفروض إنها تبقى ليك، بتخليه يحس إن هو مش كفاية وناقص حاجات كتير. اختصر كلام كتير أنا مش جايبه من نفسي، أنا جايبه زي ما قلتلك من فضفضات ناس كتير ليا، ده أنا شايفه من ده أنا سامعه من الناس اللي سألتهم، وده زي ما قلتلك كده أغلب الحاجات اللي هم اتفقوا عليها. فيا أمي ويا أبي، أنا مش كارهكم، بس في حاجات بتوجعني منكم بتخليني أبعد، وأحيانا أكره وجودي. مش لأنكم وحشين، لكنكم بتظلموني. مش دايما المراهق هو اللي غلطان، أوقات بيبقى مجروح بس مستني اللي جنبه أو اللي حواليه اللي هو انتوا يفهموا هو اللي جواه. فهمني قبل ما تحاسبني، احتويني قبل ما تخسرني وتجرحني، ربوني بحب مش بخوف. والله والله أشيلكم جوه عنايا، ومش هنسالكم أبدا أبدا الخير اللي انتوا قدمتهولي والحياة الحلوة اللي انتوا وعدتوني بيها. شكرا ليكم ولكل لحظة حلوة بينا، لكن عايز العلاقة تبقى بينا أحسن وأحلى. عايز العلاقة يبقى فيها احترام أكتر، يبقى فيها شفافية بينا أكتر، حلاوة أكتر، حب أكتر. عايز الحياة بينا تبقى أحسن وأجمل، نروح بيها لحتة أحلى وأحسن وأجمل. for better. سلام.